النهارده بقى عندنا أكلة تحفة، مش محتاجة بقى لا لحمة ولا فراخ. ما هو مش كل يوم بقى نعمل لحمة وفراخ، احنا هنجيب منين بقى في الغلو اللي احنا فيه دوت. بصوا بقى، عندنا شوية طبق ويكا. بصوا والله العظيم عسل، هم يا دوبك جنبهم طبق بتنجان مخلل وخلاص. على كده احنا مش محتاجين اكتر من كده. بصوا زي ما انتوا شايفين، بجد بجد خطير خطير وسهل جدا، يعني مش هياخد 10 دقايق ربع ساعة بالكتير وانتي واقفة. كله 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 على بعضه. اول حاجة انا بجيب البامية بتاعتي بقطعها زي ما انتوا شايفين كده. انا البامية دي كانت عندي فروزن، كنت مفرزاها في الفريزر وطلعتها. انا بعمل ايه؟ بحط البامية الكبيرة لوحدها في اكياس والبامية الصغيرة لوحدها في اكياس، عشان لما احب اعمل ويكا اخد الكيس اللي فيه بامية كبيرة اعملها زي ما انتوا شايفين كده. تمام. انا بقطعها زي ما انتوا شايفين كده. في ناس بتقطعها اصغر، على حسب كل واحد، على حسب ما هو ايه، ما هو عايز. لو عندنا طبعا البامية لسه جايبينها طازة، برضو بنقطعها بنفس التقطيعة ديت. وبعد كده وممكن كمان هقول لكم، ممكن كمان بعد ما نعملها كده نديها ضربتين اتنين في الكبة، ضربات متقطعة بس كده. مفيش كبة، ممكن واحنا بنعملها هنديها كام ضربة برضو بالهاند بلندر، كام ضربة متقطعة برضو كده، علشان احنا مش عايزينها كلها تتكسر معانا، لا جزء منها بس. ممكن كمان حاجة، لو احنا ما عندناش ده او ده، انا ممكن اعمل ايه؟ ام الله يرحمها كانت بتعمل ايه وهي بتقطعها كده؟ بتروح شقاها 4 تربع كده وتروح مقطعها، فبالتالي هي تبقى متقطعة لوحدها صغنن، مش محتاجة بقى ولا كبة ولا هاند بلندر ولا اي حاجة من الكلام ده كله. انا اول حاجه عندي شويه شوربه كده كانوا عندي في الفريزر، طلعتهم غليتهم، حطيت عليهم بصلايه متقطعه صغير، وهسيبهم ايه ياخدوا ايه غلوه كده. وبعد كده هحط الباميه بتاعتي زي ما انتم شايفين اهو حطيتها، وهحط عليهم طماطميه مبشوره او معصوره، المتاح بالنسبه لك مفيش مشكله. وهسيبها برضو ايه تغلي غلوتين كده. عقبال ما تغلي غلوتين كده هقطع قرن فلفل حامي واحطه عليها زي ما انتم شايفين كده، وهسيبها تغلي لما ايه، لما تستوي الباميه معايا. واجيب بقى الهاند بلندر بتاعي، اديها كام ضربه متقطعه كده، مش ضربه متواصله، متقطعه، علشان انا مش عايزه افرمها، انا عايزه يا دوبك اكسر جزء منها بس كده، وجزء منها يبقى سليم. بصوا بجد بجد الأكلة دي تحفة، وهتسرقكوا في الأكل انه مش عارفين هتاكلوا منها رغيف 2 3، يعني بجد تحفة قوي قوي، جميلة بجد. يا دوبك معاها زي ما قلتلكوا طبق بتنجان مخلل، مش عايزة اقولكوا هي مش محتاجة اي حاجة خالص خالص. وعايزه اقولك حتى كمان لو انت مش عندك شوربه، انت ممكن كوبايتين ميه في الحله بتاعتنا، هنحط عليهم مكعب مرقه دجاج وملح وفلفل اسود ومعلقه بهارات، معلقه سنه حبهان. بصوا هتبقى خطيره. هنعمل لها بقى الطشه بتاعتنا بعد ما استوت الباميه بتاعتنا، هنعمل لها الطشه. معلقه سمنه بلدي حلوه كده، وعليها معلقه توم. انا خدت سن التوم حطيتها ايه مع الباميه كده نيه، وهحمر ايه الباقي. اول ما تخش في التحمير كده هحط لها معلقه كزبره، وعندي كمان شويه كزبره كده ايه خضره مقطعوهم صغننين، هحطهم بس في الاخر خالص بعد التومه ما تتحمر. هقلبهم بقى كويس. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، هجيب بقى هي قربت تتحمر اهي. هعمل ايه؟ هجيب بقى معلقه شويه الخضره الكزبره بتاعتي المتقطعه صغننه، هقلبها فيها تقليبه بسيطه، وبعد كده هطش بقى بيها ايه الويكه بتاعتي. بجد تحفه 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 تحفه. لو مش عايزينها مشطشطة طبعا هنستغنى عن قرن الفلفل الحامي دوت، بس هي الصراحة اجمل حاجة ليها ان هي تكون مشطشطة. قرن الفلفل ده لا غنى عنه بجد. كمان الطماطمايه المعصورة دي بتدي تسكيرة حلوة قوي وبتبقى طعمها روعة. بصوا بسيبها يا دوبك تاخد غلوة كده، وبعد كده بقى ايه هنحطها ايه في الطبق بتاعنا. تحفة بجد بجد، بس خلي بالكوا بقى هتسرقكوا في الاكل، هتبقوا مش عارفين تخلصوا اكل منها. يلا باي باي.